اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصلي على النبي كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احنا النهاردة معانا خلطة لرفع الوزن وطعم اللحمة وفتح شائي. خلي الكتكوت ياكل كده، ما يكونش كسلان ويسحب معاكي في المية من الخلطة بتاعت النهاردة. هنضف لهم بس الأول، عشان لما بتنضفي لهم بتدي للفرخ كده طاقة، بيخليه يجري في المكان. لو المكان عنده مش نظيف بيفضل قاعد وكسلان كده. والنظافة دي اصلا الكتكوت بيحب النظافة، فما ينفعش ان انت ما تنضفيش، لازم كل يوم تنضفي لهم الكتكوت الابيض بالذات. وهرش لهم رش كبير كده عشان الميكروبات واي حاجة يعني. الخلطة بقى بتاعت رفع الوزن، هنحط بنجراية صغيرة وهنحط بصلاية وهنحط معلقة عسل. العسل ده فاتح شهية، البنجرية دي بتخلي طعم اللحمة حلو، وبترفع برضك في الوزن حلو قوي. والبصلاية بتفتح، يعني احنا من اول الدورة واحنا بنحط بصل وتوم وعسل. فالنهاردة احنا مش حاطين في الوصفة دي توم. والفرخ لما بيشم ريحة البصل بيروح يجري على على الخلطة يعني. بس ما شاء الله، انا عشان انا متعوداهم على الخلطة دي من 7 يوم. النهاردة عمر الكتكوت 12 يوم. بكرة بقى ان شاء الله نقول على خلطة تاني بإذن الله، يعني نعمل لهم خلطة تاني، ما نحطش فيها بنجر. كل يوم نغير الخلطات.